مرحبا بالجميع، افضل سلام لافضل مشاهدين. نتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم اخواني اخواتي في احسن الاحوال. ففي هذا الفيديو غادي نتكلموا على الانقلاب المفاجئ، اقول الانقلاب المفاجئ على الاخ محمد تحفة. هذا الرجل اللي كيعرفوا الجميع قبل ان تكون عنده هذه القناه ديالو الحاليه اللي هي تحفة شو، والمواضيع اللي كان كيتكلم عليها قبل قضية الحقوقي، كذلك ملف حمزة منببي الإجرامي. فهو كان وما زال يعالج ملفات وقضايا اللي هي اجتماعية محضة، ملفات فساد، ملفات اللي فيها خطورة يمكن لها أنها تفتك به وبالعائلة ديالو الصغيرة والكبيرة. بعدها تناول الموضوع ديال الحقوقي ودافع عليه، ولم يقتصر الأمر لهذا الحد، بل أنه سافر من الولايات المتحدة الأمريكية بلد الإقامة ديالته حتى المغرب، وبالضبط مراكش، من أجل تهنئة الحقوقي. لكن بعد أسابيع من خروج الحقوقي من السجن خرجت أبواق، سواء من الجهة اللي كتدافع على الحقوقي ولا كذلك المعادية ليه، واللي هي الأغلبية ديالهم في صف الحمزاوية، خرجوا كيضربوا في تحفة. هذا السيد فهو أخ، فالملاحظ أن هناك نكران للجميل والخير، وكما كنقولوا في المثل المغربي ديالنا نكارين الخير غير ولاد الزنقة وولاد الحرام. فتحفة هذا فهو ساند الجميع، وخاصة الناس اللي عندهم أو اللي مروا من مراحل اللي هي جد صعبة وكان كيواجه مخاطر. فلهذا يمكن لنا نقولوا أن تحفة هو المناضل الحقيقي، لأنه واجه أعداء الداخل والخارج وتصدى لهم بكل الأسلحة اللي هي في حوزته. فهو مناضل، هذه هي الحقيقة إخواني أخواتي. والدليل على ذلك هو أنه ليس ما من مرة فهو وقف في وجه عصابات والمتكالبين، وقف واحد الوقفة ديال الرجال مع المديمي. واليوم رغم كل هذه المجهودات اللي قام بها، فالاتهامات بدأت توجه إليه وكيتهموه بأنه كيسعى بالماديمي، أي بعبارة أخرى أنه ضرع الصينية بالحقوقي، إضافة إلى اتهامه بأنه تاجر بالاسم ديالو وبالاسم ديال العائلة ديالو، وأنه حصد أموال اللي هي طائلة على ظهر الحقوقي. وهؤلاء نكارين الخير إخواني أخواتي كيكوروا وكيعطوا الأخ تحفة بدون دلائل ولا حجج على هذا الكلام ديالهم الغير المقبول في حق الأخ تحفة، وماشي بالحوزة ديالهم ولو حجة صغيرة على أنه كيتاجر باسم الحقوقي. فهذه تهم تلفق ضد هذا الرجل اللي هو كنعتبروه هو المناضل الحقيقي، وليس كما كنا نعتقد. راكم فهمتوا القصد ديال إخواني أخواتي. وهناك للأسف مجموعة من اليوتيوبرز للأسف اللي كانوا أصدقاء ديال الأمس وأصبحوا اليوم بين عشية وضحاها كيلفقوا تهم ديال الاتجار باسم الحقوقي لتحفة. هو هذه هي الحقيقة إخواني أخواتي. عطاه من الوقت ديالو، من الوقت ديال الولاد ديالو والعائلة ديالو، إضافة إلى عدد من الشكايات بالعرام اللي دارت به. فهذا هو رد الجميل لهذا الرجل، إضافة إلى القول هذا هو الاعتراف بالخير لهؤلاء الناس اللي ضيعوا الوقت ديالهم، إضافة إلى المجازفة بالحياة ديالهم، والذي على رأسهم بطبيعة الحال الأخ تحفة. فهناك ولا ننفي هذا أن هناك مجموعة من اليوتيوبرز فهم كيستاهلوا الشكر لأنهم كانوا وما زالوا على المواقف والمبادئ ديالهم، لأنه بصراحة وهذه هي الحقيقة فعلا تبنوا إخواني أخواتي ملف ديال الحقوقي ودافعوا عليه بكل ما أوتوا من قوة، حتى
تحت القناة ديالكم هذه المتواضعة اللي هي بلا تغطية، فهي كانت كتناول الدفاع عن هذا الحقوقي، والدليل على ذلك هو وجود محتويات في القناة اللي كتدافع على هذا الملف. ولكن مني ما كنشوفوا شي حاجة جديدة في الملف، فهناك مواضيع كثيرة وكثيرة جدا، مواضيع شتى اللي كنتناولوها في هذه القناة اللي هي ذات أهمية. والذي يحس بالنفس وخلاني أنني إخواني أخواتي ندير هذا الفيديو هو أنه كل شيء خرج ودار في الأخ تحفة وكيضرب فيه والسب على أنه هناك سبب أن هؤلاء ما عندهمش شي محتوى آخر اللي يمكن يهضروا فيه، وأن الأمر عندهم مقتصر فقط على ملف الحقوق. والآن مني ما تلاقوش علاش يهضروا خرجوا لي تحفة وبداو كيتكلموا كيهضروا أن تحفة نصاب ونصب باسم الحقوقي. فليعلم الجميع أن تحفة فهو في غنى عن هذا الملف، وباستطاعته كما أقول إخواني وأعيدها تناول مواضيع أخرى، وله متتبعين ومشاهدين كثر، إضافة إلى الطريقة باش كيتكلم ولو المسائل أو الوسائل اللي كيعتمد عليها في تناول المواضيع فهي موهبة ربانية. ملاحظ إذن أنه من هب ودب أصبح الآن كيتكلم في سياده، وأصبحوا ينعتونه بمول البزازل والنصاب والمتاجر باسم الحقوقي إلى غير ذلك من الألفاظ الخابثة في حق الأخ تحفة. فهناك بعض الأشخاص اللي هما معروفين وكيعملوا بالإحسان العمومي وكيتاجروا في أعراض النساء، بداو كيتكلموا على سيادهم اللي هو سيدهم تحفة. والسؤال المطروح، واش عمركم إخواني أخواتي شفتوا شي لايف ديال تحفة كيسعى فيه وكيطلب عباد الله أنهم يصيفطوا ليه الأموال باش يعاونوا الحقوقي؟ فإذا كان هناك شي دليل يجبدوه كما قالها تحفة، فهو كيقولها دائما، كيقول لي عنده شي حاجة أو شي دليل يحطوه. أما غير الكلام والطبلبل والهضرة الخاوية فالكل كيعرف يهضر ويبلبل. فلهذا يمكن لنا القول أن هذا اليوتيوب إخواني أخواتي ماشي يوتيوب ما فيش الأصدقاء الحقيقيين، فشي كياكل في شي، أي أنه اليوم أحباب وصحاب وغدا شي كياكل في شي. إذن إخواني ما كاينة ثقة والمحبة ديال اليوتيوب ما هي صحبة وما هي التوزة، وإنما فقط مصالح مادية ذاتية ليس إلا. فهناك نفاق وغدر، فاليوم كيكونوا أصدقاء وغدا شي كيبيعوا يشري في الآخر. فالملاحظ أن هناك وابل ديال السب والقذف في الأخ تحفة، إضافة إلى التهم الباطلة اللي تحطت على هذا السيد هذا الرجل على أنه تاجر بالاسم ديال الحقوقي، وأنه جمع فلوس كثيرة وصحيحة ومالها فاشلين وما عندهمش زاد معرف، وإنما غير سطولا خاويين. إلا ما تلاقوا شي موضوع فاش كيهضروا على سيادهم كسيدهم تحفة. إذن إخواني أخواتي كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خبث هؤلاء وعلى قصر النظر ديالهم والفهم ديالهم، إضافة إلى افتقارهم لخلق محتويات جديدة في القنوات ديالهم باش يهضروا فيها. فلهذا إخواني ما نطولش عليكم، ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم والبارطاج لهذا الفيديو والضغط على الجرس والمشاركة في قناتكم المتواضعة بلا تغطية. وإلى فيديو قادم جديد بإذنه سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.